هلا والله معاكم داي. طيب يا جماعة الخير، يعني مبسوط بسط مو طبيعي، والسبب انه اللي ما كان عم يدعم القضية الفلسطينية وينشر عنها صار يدعم وينزل غصبا عنه كمان. اكيد كلياتكم سمعتوا عن حملة مقاطعة المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب شو قصة الحملة وليش حتى نقاطع المشاهير ومين هن المشاهير المقاطعين ومن وين بدت القصة بالكامل؟ بهذا المقطع ان شاء الله راح احكي لكم كل شيء حتى تعرفوا مين تقاطعوا وكيف وامتى. طبعا الموضوع بدأ على عكس المعتاد من عند الاجانب اللي قرروا بعد ما شافوا الوضع عند اهلنا بغزة انهم يعملوا حملة للمشاهير، وهاي الحملة بتتضمن مقاطعة كل المشاهير اللي ما نزلوا عن القضية او اللي نزلوا عنها كترند فقط، نزلوا عنها فترة وبعدين نسي كل اشي. وطبعا سموا الحملة ببلوك اوت. ولما احكي لك مشاهير مو يعني بس صناع محتوى، لا 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 لا، يعني يوتيوبرز، ممثلين، مغنيين، وكل انواع المشاهير اللي بتخطر على بالك، حتى لاعبين كرة القدم. فعلا الموضوع صار فيه تأثير مو طبيعي، والمشاهير اللي ما نزلوا عن القضية صاروا ينزلوا ويدعموا القضية وينزلوا عنها غصب عنهم. ومو بس هيك، حتى الحملة ما كانت تتضمن انك تعمل بس انفولو للمشهور، لا يا حبيبي، الحملة كانت تتضمن انك تعمل بلوك للمشهور بذاته. وطبعا البلوك بيأثر اكثر بكتير طبعا سلبيا من انك بس تشيل الفولو، وبخلي عدد المشاهدات عندك بغض النظر عن المنصة تنخفض بشكل كبير. والله هاي اول مرة بشوف جمهور بيأثر على المؤثرين، قسم بالله انكم كفو. كمية الحب والانسانية بهالعالم طلعت اكبر مما كنت بتوقع درجة مو طبيعية. يعني أنا حرفيا ما كنت متوقع إنه هذا الشيء يصير، لأنه مو بس قاطعنا المنتجات، لا حتى المشاهير تمت مقاطعتها. طبعا هذا المقطع كلياته إيجابيات، وواحد من أكبر الإيجابيات إنه المقاطعة والحملة وصلت حتى عند العرب، مع إنه المفروض كانت تبدأ من عند العرب، ولكن للأسف بدت من عند الأجانب ووصلت لحتى عند العرب، وفي مشاهير عرب تتم مقاطعتهم الآن، الشيء اللي برأيي كان من زمان لازم يصير. أنا من أسبوع كنت عم بتفرج للترند الهندي وأحكي بيني وبين حالي كيف الناس نسيت القضية وصارت تنزل عنا أقل أو بطلت تنزل عنا أساسا، وصارت تنزل بس عن الترند اللي بتشوفه موجود على النت. وطبعا موضوع الترند الهندي هذا موضوع لحاله، رح أحكي عنه بعدين بمقطع إذا بدكم أسفل فيه التسفيل. ولكن اتفاجأت وافتخرت اليوم بالحملة المقامة على المشاهير. طبعا والله بيج دبليو، قسما بالله بيج دبليو. طيب مين هن المشاهير اللي انقاطعن؟ بكل بساطة أي مشهور بتعرفه كان ينزل عن القضية وبطل وصار ينزل ترندات غبية مثل ترند الهندي، بكل بساطة قاطعه. أو المشاهير اللي بتعرفون اللي أساسا ما نزلوا إشي عن القضية وكأنه القضية ما بتهمن، فبكل بساطة كمان قاطعوه. وما لازم هذا يكون المشهور يوتيوبر، عادي يكون لاعب كرة قدم مثل مو صلاح اللي نزل مرة عن القضية ونزل عنها متأخر وبعدين ما عاد حكى شيء عن الموضوع. وطبعا قبل ما أنهي المقطع في شخص لازم أحكي عنه بخصوص هذا الموضوع، واللي هو بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، اللي لمح وحكى عن اللي بصير بغزة بطريقة غير مباشرة وبطريقة ذكية وخبيثة جدا، لأنه هو عارف لو أنه حكى عن الموضوع بشكل صريح فراح يتم طرده أو معاقبته أو معاقبة النادي اللي هو بيشتغل فيه، لأنه حرفيا هذا الموضوع ممنوع منعا باتا في جميع النوادي أو في جميع الدوريات. ولكن هذا المدرب الخبيث أفضل مدرب مر على تاريخ كرة القدم، لأنه مو بس داخل الملعب، لا داخل وخارج الملعب له تأثير. حكى ولمح عن اللي بيصير بغزة بطريقة غير مباشرة بدون ما يحكي إنه أنا عم بحكي عن غزة، ولكن كل الناس فهمت انه قصده عن غزة وعن اللي بيصير بفلسطين. هذا المدرب هو افضل مدرب مر على التاريخ، انتهى النقاش لحد يناقشني. وطبعا عشان الناس ما تيجي وتتفلسف، كل اللي سواه كان قبل حملة المقاطعة، حرفيا ما كان دريان عنها كلها، وكان بمؤتمر صحفي. وطبعا اللي ما بيعرفوا فبنته لبيب غوارديولا هي من اكبر الداعمين للقضية وبتنزل عنها بشكل مستمر، ولحد الان عم تنزل عنها وبتحكي انه هذا الشيء اللي عم بيصير لازم يوقف وانه هذا ظلم والى اخره. هي بتنشر اشياء وحقائق، فواضح يعني واضح انه الاب مين بيقصد وشو بيقصد. وبس والله هذا كان مقطع اليوم، اتمنى يكون المقطع عجبكم. وبهذا المقطع ما راح اطلب منكم اي شيء، لا راح اطلب لايكات ولا اشتراكات ولا تتابعني على الانستغرام ولا اي شيء، راح اطلب منكم طلب بسيط بس، انكم تستمروا بالمقاطعه سواء كانت منتجات او اشخاص ما بيدعموا القضيه، وانا هيك بكون رضيان. وبس والله كان معكم داي، سلام. حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.